المبررات الموضوعية لتفسير هذا الذي يعيشه فريق الرجاء من مباراة إلى أخرى تكاد الصورة تكون نمطية. فريق منهار نفسيا، فريق ربما ما عندوش المقومات باش يمثل ويحمل الهوية الرجاوية 100%، وفريق أيضا كنعتقد لا علاقة له بما شاهدناه في السابق. أنا كنعتقد هذا الفريق الحالي هو نتاج لمجموعة من الأخطاء ارتكبت على مستوى التدبير ديال جلب اللاعبين مع على وجه الخصوص. لما فريق كيتوجه كل سنه انه باش ينتدب، يعني بحال داخل على شي خرده وخصو ينتدب اكبر عدد ممكن من اللاعبين، 12 13 14 15 لاعب، ولا احد فيهم يتطابق مع الهويه الرجاء ولا ايضا مع الاسلوب الرجاء، ولا احد منهم او لا نقول الاكثريه منهم لا يستطيعون انهم يتحملوا الضغط اللي يمكن يتحمله اي لاعب عندما ياتي ليحمل قميص الرجاء. اليوم عندما نشاهد باب عمر يهرب الى مدينه فاس وكيقول لك انا ما بقيتش قادر نقاوم هذا الاعصار. لما الحاج ما يمشيش يلعب المباراه في الرباط ديال الجيش الملكي مع الرجاء ويقول على انه سمع من الشتائم ما لا يستطيع ان يطيقه. كثير من اللاعبين بنفسيات ممزقه. لما رشيد طبسي يطلع للاعلام ويقول على انني وجدت الخلل، المرض الحقيقي وانا بصدد تعيين الوصفه. شنو هو المرض؟ هو انه فريق ممزق نفسيا. وكنعتقد راه من السهل جدا انني نعالج مشاكل تكتيكيه ومشاكل بدنيه ومشاكل استراتيجيه، ولا استطيع ان اعالج المشاكل النفسيه، لان المشاكل النفسيه عندما يدمن فريق معين الهزيمه من الصعب جدا على انه يقلع على الادمان الا اذا حدث نوع من الاخلال ديال الفريق ومن جميع العناصر اللي كتسبب في الفشل. وهنا يكون